تسجيلات دار الحديث بمركز النورين بمدينة ذمار تقدم لكم نصيحة للأطباء، كلمة مقتطفة من الخطبة السادسة من أشراط الساعة لشيخنا وهبان بن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة. ألا وإن من علامات الساعة التي أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدم مبالاة الرجال بأخذ الأموال، هل أخذوها من حلال أم من حرام؟ لقد جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، هل من حلال أم من حرام؟ لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، هل أخذه من حلال أم من حرام؟ وهذا واقع كثير من الناس الآن. صار بعض المسلمين لا هم له من أين أخذ المال، هل أخذه بالطرق الشرعية أم أخذه بالطرق المحرمة؟ انظر أيها المسلم إلى واقعنا الآن، ترى أن بعض الناس صارت هذه العلامة فيه أبين من الشمس في رابعة النهار. انظروا إلى بعض دكاترة المسلمين لا هم له بأرواح الناس، صار لربما أن يهمه أن يجمع المال. يأتي الرجل أو المرأة مريض والمرض سهل، تحتاج كشافة، تحتاج فحوصات، افعل فحص كذا وكذا وكذا، يخرج وهو على حالة بسبب هذا الذي ما رحمه، لأنه يضرب حساب من أين مرتبات الدكاترة، من أين الإيجار للمحل الذي أنا ساكنه، على أرواح المسلمين وعلى أرواح المساكين. لا هم له من أين أخذ المال، هل أخذه بالطريق الشرعية؟ يا أصحاب النسب اتقوا الله الذي حبسه النار، يا أصحاب النسب اتقوا الله الذي حبسه النار. فبعضهم إن كان دكتورا في محل أو مستشفى، أنا آتك بالمريض ويكون لي نسبة كذا وكذا، وأفعل ويكون لي نسبة كذا وكذا، ولا يرحم، ينظر أنه على قدر ما يقدم من التضحية يجمع الأموال. لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من الحلال أو الحرام. يا معاشر الدكاترة، أما أخذتموها أيمان تهتز لها القلوب وتهتز لها الأرواح؟ أما أخذتموها أيمان لا تغشوا ولا تخونوا ولا تخدعوا، سواء كان محبا لك أو مبغضا؟ أين ذهبت الأيمان المغلظة؟ أين ذهبت الأيمان الكبيرة العظيمة التي تأخذها منكم أو تؤخذ منكم عند أن تعطى لكم الشهادات؟ لماذا نقض بعضكم الأيمان ونقض بعضكم العهود؟ من أجل الأموال. وليس كلامي على الكل، بل يوجد بحمد الله بعض الدكاترة عنده خوف من الله ومراقبة لله وتقوى وورع، لكن بالمقابل يوجد البعض الذي لا خوف عنده ولا مراقبة، أهم شيء يأتيه المال. هل أخذته؟ أنت تتاجر بأرواح، أنت تتاجر بأنفس مصونة محمية محفوظة بحفظ الله، جعل الله لها ما جعل من الحقوق والديات، وأنت لا تبالي بها. اتق الله، أذكرك بالله، أخوفك من الله
أن تنظر أنك مهما عشت فإنه يوم من الأيام ستكفن وتصير إلى المقابر وأنت وحيد فريد.